يقول أستاذ إبراهيم إنه في قرار من مجلس الوزراء. نعم. وهذا القرار وفر 27 مليار لإعادة تأهيل طريق الفرزل اللي هي وصلة الفرزل كما هو يعني معروف. وسمعت كمان إنه هيك من وراء الكواليس إنه اجتماع اللجنة النيابية للأشغال من حوالي اليومين كانت نارية، وكنت حضرتك مشارك فيها. يا ريت بتخبرنا شوي كيف كانت نارية، وليش اليوم لما بنشوف كل المشاريع اللي قيد التحضير ليه غايبة عنا قضاء زحلة؟ اول شيء رح انطلق من اخر كلمه تفضلتي فيها. نعم. اذا بنطلع على اللائحه اللي للحقيقه معه اياها كمان الاستاذ ابراهيم. نعم. نحن نهار الثلاثاء باجتماع لجنه الاشغال بمجلس النواب اطلعنا على ليستة المشاريع اللي تم تلزيمها ضمن برنامج عمل 2012 من قبل وزارة الأشغال العامة، بالإضافة للائحة عن المشاريع اللي هي قيد التحضير الممولة من قبل مجلس نقل الأعمار. نعم. هيدي كلها بتخص المشاريع الطرقات. نعم. يعني إذا بنعاين ليستة المجلس نقل الأعمار ما في ولا طريق منا بالخالص إلى علاقة بقضاء زحلة. بالإضافة لنطلع على الموازنات اللي كانت مرصودة بالمشاريع اللي تم تلزيمها بال 2012 بقضاء زحلة، بنلاقي انه في قضاءين عندنا اقل شيء تمويل للبترون ب 4 ملايين قضاء البترون، وتمويل لقضاء زحلة ب 4 مليارات وتمويل لقضاء زحلة ب 4.5 مليار. هلا الشيء الملفت باللائحة معلش شيء لازم ينقال انه كان منضاف مشروع على قضاء زحلة ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد قضاء زحلة لحتى يبين الرقم كأنه 8 مليارات. وطبعا انا اكيد رفضت هذا الموضوع بخلال الاجتماع مع ممثلي وزارة الاشغال. نعم. واقروا انه مزبوط سقط سهوا اسم المشروع بقضاء زحلة. بنطلع على اقضية اخرى على صعيد لبنان ككل ومنلاقي بدون اي يعني تردد وبكل شفافية في محسوبيات سياسية قائمة بالبلد، في فئات وقوى سياسية معينة عم تفرض انه يكون التمويل عندها اكثر من غيرها. يعني اذا بنطلع من قارن بس مثلا قضاء زحلة بمنطقة بعلبك، قضاء بعلبك 19 مليار. اذا بنطلع بالاقضية بعض الاقضية بجبل لبنان قضاء الشوف 16 مليار، قضاء علاء 28 مليار، قضاء عبدة 18 مليار. نعم. المتن 18 مليار. فاذا هذا كله طبيعيا بيطرح علامات استفهام، مع العلم انه اكيد ما قصرنا بشكل عام. نحن بالاساس من 2009 تم اجتماع بين كتلة نواب زحلة وكل بلديات قضاء زحلة لحتى نتابع هيدي المشاريع، ومن وقتها عم تتابع. ومثل ما تفضل الرئيس ابراهيم من شوي وحكي عملنا عدد كبير من الزيارات ان كان لمجلس النقل والاعمار او مع لوزارة الاشغال، وعدد من الزيارات من مجلس النقل والاعمار مباشرة لمتابعة بعض المشاريع، وبشكل خاص المشروع الاساسي اللي عم نحكي فيه اليوم اللي هو ما يسمى بمشروع حمرة بلازا التعاضد اللي بيوصل من اخر